الاكله اللي ليها ناسها وانا ما كنتش تبعهم خالص، بس من بعد ما اكلت الطريقه دي خلتني اغير فكرتي عنها على طول في ثانيه الا ثانيه كده. اكله ترم العظم وتخليكي شبعانه طول اليوم. طبعا مسمينها اكله الاكيله، ناس كتيره بتعشقها، وانا خلاص من النهارده هتبقى من حساباتي بعد الطريقه اللي هنشوفها مع بعض النهارده. لما كمان تجربي الطريقه دي مش هتعمليها الا بيها بعد كده. وقبل اي حاجه حابه اشكر كل مشتركين الجدد، نورتوني وشرفتوني وزادت القناه نور وشرف بانضمامكم لينا. لو لسه بقى اول مره بتشوفيني اتمنى تشتركي عندي، وجودك معايا شرف كبير ليا. بيسمي الله ونبتدي. واول حاجه بقى هبتدي بيها، هجيب العيش بتاعي كده وهقطعه، سواء عيش شامي او عيش مصري او عيش بلدي المتوفر عندك تقدري تعملي بيه. واسهل طريقه تقطعي بيها العيش ان انت تقصيه كده بالمقص وتقطعيه صغير علشان يتحمصوا معانا في الفرن بسرعه. اول حاجه حبيت ابتدي بيها كده هو العيش علشان ياخد راحته كده في الفرن ويكون جاهز معانا للفته. تقدري برضو تجهزيه من قبلها بيوم. هنا بقى قطعتهم كلهم، هندخلهم بقى الفرن على درجه حراره هاديه جدا شمعه كده، وهنسيبهم على راحتهم خالص، وهنقلب فيهم كل شويه. مش هضيف لهم اي حاجه خالص، ولا زيت ولا توابل ولا اي حاجه خالص. حتى الصينيه بتاعتي كمان مش دهناها اي حاجه. اهم حاجه من وقت للتاني تقلبي فيهم باستمرار علشان الكل ياخد لون واحد. انا ولعت عليهم من تحت بس ما ولعتش الشوايه نهائي. كمان بعد ما طفيت الفرن عليهم سبتهم كده في الفرن لحد لما برد تماما. ندخل بقى بعد كده على التقيل. لو لسه اول مره تشتري كوارع هقولك بقى تشتري انهي كوارع افضل. حاولي بقى تشتري الكوارع الجاموسي، بتكون بيضه كده. وكمان تشتري الرجل القدامانيه، بلاش الخلفيه لان القدامانيه بتبقى محمله اكتر، بتكون قصيره اقصر من الخلفيه، والخلفيه بتبقى طويله كده ورفيعه. طبعا انا جايباها متنضفه وبخليه يكسرها لي كده. شايفين الحته الموف اللي انا بشاور لكم عليها في المفصل دي دليل على ان هي كمان مش كبيره في السن ومش هتاخد معاكي وقت اطول. لو لقيتيها بيضه هتاخد معاكي وقت شويه في التسويه، يعني ده دليل على ان هي كبيره شويه في السن. بقى كده وهنقعهم في ميه ودقيق وليمون وخل، وبلاش نحط ملح خالص عشان ما تاخدش معاكي وقت طويل في التسويه. نقعهم لمده نص ساعه كده، وبعد كده هغسلهم كويس كده تحت الحنفيه. بعد ما غسلناهم بقى كويس هنجيب حله كده فيها ميه بتغلي على النار، وهننزل بقى بالكوارع بتاعتنا. مش هنضيف لها اي حاجه في الميه دي، احنا بس هنسلقها في ميه وبس. بعد كده بقى هنشيلها اول ما تاخد غلوه كده، هنروح شايلينها كده من الميه دي وهنقلب الميه، وهنشطف بقى الحله بتاعتنا وهنحط فيها مكعبين كده حلوين من الزبده. نحط بقى هنا 3 4 فصوص كده من المستكه، وهنحط بقى ورق لورا وكمان عود قرفه و3 4 فصوص كده من القرنفل، 3 4 فصوص كده من الحبهان. دي بقى التوابل بتاعتنا تقليبه. وبعد كده هننزل بقى بالكوارع بتاعتنا، هنديها صدمه كده وتشويحه مع التوابل. هنضيف بقى بعد كده عليها ميه سخنه بتغلي كده من الكتل، ولازم تكون الميه هنا سخنه، ما ينفعش نحط ميه بارده نهائي. هنا كمان كام من واحده كده من الكوبيبه الصيني كنت نسيت احطها في الاول. هنحط بقى بصلايه كده لحد بقى ما الميه تغلي في الكتل. قطعت عليهم 3 4 فصوص كده من الثوم وقرنين فلفل وكمان طماطميه كده. نزود بقى ميه مغليه لحد ما نملى الحله، واول ما الميه تغلي معانا هنحط بقى التوابل. ولو لقيتوا في اي وقت ريمه على الوش كده لازم تتشال. نحط بقى هنا فلفل اسود وكمون وكزبره ومعلقه سكر عشان تسرع من التسويه. مش هنحط ملح نهائي دلوقتي، هنغطي عليها بقى ونسيبها على راحتها خالص لحد ما تستوي. وفي حله تانية بقى على النار هنحط معلقه سمنه بلدي ومعلقتين زبده. ميكس الاتنين دول مع بعضهم بيدوا طعم رهيب كده للصلصه بتاعه الفتة. هنحط بقى عليهم معلقتين كبار كده هرميين من الثوم، وهنقطع عليهم 5 قرون فلفل كده سبايسي. طبعا لو انتوا زيي بتعشقوا الحراق، لو مش حابين سبايسي ممكن تحطوا فلفل بارد عادي جدا. هنحط كمان عليهم معلقه صغيره كده كزبره، وهنشوحهم كده مع بعض لحد بقى ما لونهم يصفر معانا شويه. هننزل بقى بالكمون والفلفل الاسود، هنطشهم بقى بحبه خل كده حلوين. هنزل عليهم معلقتين كبار كده من الصلصه، هشوحهم مع بعض دقيقه كده علشان تغمقلي لون الصلصه. انزل بقى بحوالي كيلو من الطماطم مضروبه كده في الكبه. لو انتي مسبكه صلصه طماطم جاهزه عندك في الفريزر ممكن تحطي. طبعا انا كان عندي صلصه طماطم فحطيتها، وهحط بقى التوابل بتاعتي ورق لورا كده. كسرت كده نص عود قرفه، وكمان حطيته حبهان وكوبيبه صيني. اضيف برده نص معلقه صغيره كده من الجنزبيل، معلقه صغيره بابريكا، وهنظبط الملح بتاعنا، وهنحط نص معلقه صغيره كده من السكر عشان الحموضه والمعده. هنغطي عليها بقى ونسيبها تتسبك على راحتها. تعالوا بقى نعمل احلى رز ابيض للفته. حطيت انا هنا بقى سمنه بلدي على زبده، واول ما اتقدحت معايا حطيت فصين بس مستكه. وبعد كده هنزل بقى بالرز بتاعي، وطبعا غسلينه ومصفيين. مستكه مع السمنه البلدي مع الزبده بيدوا طعم رهيب للرز الابيض. نشوحه بقى تشويحه حلوه، ولازم نشوحه كويس علشان يبقى مفلفل وجميل. هنظبط بقى الملح بتاعنا، وهنضيف بقى ميه مغليه للرز علشان يبقى مفلفل وجميل. مش هنكتر ميه علشان الرز ما يعجنش مننا. هنغطيه كده وهنوطي عليه بعد ما ياخد غلوتين. بقى كانت الكوارع بتاعتي استوت. هنحط بقى الملح بتاعنا وهنظبطه، هنسيبها بقى تغلي كده 10 دقايق. حطيت كمان على الشوربه كبشه كده من الصلصه مديالها لون حلو كده وطعم جميل. هنطلع بقى كده الكوارع بتاعتنا في طبق، وسبتها بردت شويه عشان اعرف امسكها. وخليتها بقى خالص من العظم، وقطعتها شاورما كده صغيره عشان تبقى قد اللقمه وما تغلبناش بقى في الاكل. جاهزه بقى هنا الطواجن بتاعتي. هحط بقى كده
كده كميه في كل طاجن بحيث بقى كل واحد يبقى ليه الطاجن بتاعه. جبت بقى الصلصه اللي كنت مسبكاها وحطيت كده كبشتين 3 على كل طاجن، وسبت شويه صلصه برده عشان نعمل بيهم الفته. حطيت كمان حبه شوربه على كل طاجن. دخلهم بقى الفرن، هشغل عليهم فوق وتحت وهديهم لون حلو كده من فوق على الشوايه، وبعد كده هطلع. الوقت ده بقى كان خلاص الرز بتاعي استوى كده وفلفل وجميل. فين بقى الرزايه برزيتها كده وكمان مش معجنه. نجهز بقى اطباق التقديم. حطينا العيش كده من تحت، هنحط عليهم معلقتين صلصه كده. لو لسه مستمرين معايا لحد دلوقتي اتمنى تدعموني بلايك وتكتبوا لي كومنت حلو من ايديكم الحلوه، وشيروا الفيديو لعشاق الكوارع لاصحابكم وقرايبكم علشان الكل يستفاد. حطينا بقى الصلصه على العيش عشان يدي العيش كده طعم جميل، وهنحط بقى الشوربه. مش هنكتر شوربه عشان انا بحب العيش بتاع الفته يبقى لسه مقرمش شويه. هنغرف بقى بعد كده الرز بتاعنا. جربوا بقى الطريقه دي هتنبهروا بجد، طعم والريحه وكل حاجه فيها في منتهى الجمال. نكتب بقى عليها لاف ليكم كلكم، بحبكم كلكم في الله. هنزين بقى الطباق بتاعتنا. لو انت عامله عزومه على حاجه زي كده ضيوفك هينبهروا بيها وجمالها وجمال طعمها. انا اهويا اللي ما بحبهاش اكلتها لحد لما شبعت، وبصوا ما كنتش قادره حتى اتعشى. رايكم بقى في اللاف بتاعتي دي ولا كمان الشوربه خطيره؟ اعصروا عليها كده عصير ليمونه، مش هتسيبوا منها ولا نقطه شوربه، غير انها مفيده جدا للعظام والمفاصل. وهنا بقى كنا خلاص طلعنا الطواجن بتاعتنا من الفرن، طعمها في منتهى الجمال. تعالوا ندوق بقى ايه الجمال ده. عايزه اقول لكم ان انا بمنتج الفيديو ده تاني يوم، عايزه اقول لكم ان نفسي راحت لها. نيجي بقى لاهم لحظه في الفيديو، ايه رايكم بقى؟ ولا التسويه مظبوطه على الشعره؟ كمان عملتها قبل كده عند ماما وناس ضايقتها مني وقالوا لي لازم تنزليها، عايزين يعرفوا عملتها ازاي. سيبكم بقى تجربوها وتقولوا لي رايكم. الاكله دي من الاكلات اللي بعشقها وبطلبها كتير من بره، والصراحه اول مره اعملها بطريقه المطاعم والنتيجه صدمتني من جمالها. يلا نبتدي مع بعض الفيديو. بس في البدايه حابه اشكر كل مشتركين الجدد، نورتوني وشرفتوني وزادت القناه نور وشرف بانضمامكم لينا. كل الشكر والتقدير لمتابعيني وحبايبي. ولو لسه اول مره بتشوفيني اتمنى تشتركي عندي، وجودك معايا شرف كبير ليا. اخويا بقى جاب لي المخ ده وقال لي هتعرفي تقطعيه بدون سلق ولا اقطعه لك؟ انا قلت له خلاص ماشي اقطعه، انت منك خبره يعني في الموضوع ده وكده، لان هو عنده مطعم. فقلت له قطعه لي بس عايزاها تقطيعه صغيره عشان اعمل منه كميه. انتوا بقى لو حابين التقطيعه اكبر من كده ممكن تكبروها عن كده، بس اهم حاجه قال لي السكينه بتاعتك لازم تكون حاميه عشان المخ ما يتبهدلش معاكي، ولاننا كمان عاملينه بدون سلق، لان الطريقه دي اغلب المطاعم شغالين بيها. وفي ناس برضو بتحب تديله سلقه او صدمه قبل التقطيع عشان ريحه الزفاره يعني وكده، بس انا الصراحه ما شمتلوش ريحه زفاره خالص لاني غسلته كويس جدا قبل التقطيع، وكمان نقعته في ميه وليمون ودقيق. وبلاش تحطوا ملح وخل علشان المخ ما يتهريش معاكم، ولما تيجوا تقطعوه تلاقوه دايب كده ومش عارفين تقطعوه. قطعوه لي بقى كله، ودي كل الكميه. تعالوا بقى نعمل التتبيله بتاعته، سهله جدا. معايا اول حاجه في التتبيله ميه البصل. جبت بصلايه وسط وفرمتها ناعم خالص مع اضافه رشه ملح علشان البصله تنزل الميه بتاعتها كلها. خفتها بقى كويس جدا واخدت الميه بتاعتها. هضيف عليهم بقى معلقه كبيره من الثوم المفروم، وعليهم قرن فلفل حامي او بارد زي ما تحبي. ضفناهم على ميه البصل كده. هضيف بقى عليهم بيضايه وكمان عصير ليمونه. هنضيف بقى بعد كده عليهم التوابل بتاعتنا. هنحط اول حاجه كده الملح وما نكترش الملح، نعمل طبعا على حسب الكميه بتاعتنا. وهنضيف فلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه وحبه جنزبيل وحبه قرفه. هنقلب تقليبه حلوه للتتبيله. هنضيفها بقى على المخ بتاعنا. هنسيبها نص ساعه او ساعه في التتبيله دي، وبعد كده نشتغل فيها على طول طبعا علشان احنا حاطين بيض. ولو حابه تتبليها من قبلها بيوم او هتتبليها وتشيلها في الفريزر يبقى ما ينفعش تحط بيض، تحط البيض وقت ما تيجي تشتغلي فيها. بعد ما سبتها حوالي ساعه او ساعه ونص كده هنعمل بقى التغطيه بتاعتها، وهي عباره عن نص كوبايه دقيق وعليها كوبايه من البقسماط الناعم. ممكن تضيفي فيجيتار لو حابه. هنتبلهم بقى برشه ملح بسيطه خالص وشويه فلفل اسود وشويه كمون وشويه كزبره، وهقلب بقى ده كله مع بعض. وهحط بقى عليهم قطع المخ زي ما بنعمل البانيه كده بالظبط. هنحاول ان احنا نبدرها كلها كده بالكفر ده. مش بس كده، همسك كل واحده كده واعملها بايدي بحيث ان الكفر يمسك في كل قطعه كويس. وفي الوقت ده لو حابه تشيليها في الفريزر او تفرزيها بالشكل ده كده عادي ينفع برضو، بس اهم حاجه لو هتفرزيهم ما تحطهمش فوق بعضهم علشان الكفر ما يفكش منك وكمان يتقلي معاكي بكل سهوله. هخلص بقى كل الكميه اللي معايا، وفي طاسه بقى فيها زيت هنقلي بانيه المخ بتاعنا. واهم حاجه نتاكد ان الزيت بتاعنا سخن علشان لو الزيت بارد ولسه ما سخنش معاكي كويس الكفر الخارجي بتاع البانيه هيفك منك. وطبعا اول ما ياخد لون من تحت كده ذهبي حلو هنقلبه على الناحيه التانية. عايزه اقول لكم انه مش بياخد وقت خالص، لو انتي مقطعاه شرايح رفيعه كده مش هياخد وقت معاكي. هنحاول في الوقت ده نخلي النار بتاعتنا وسط، ما نعليش النار بتاعتنا علشان ما ياخدش لون بسرعه وكمان يبقى ذهبي وجميل كده. نبتدي بقى نطلعهم على طول لمناديل مطبخ او ورق زبده. هقلي بقى كل الكميه وارجع لكم. عملت بقى مع الاكله دي شويه طحينه، يا سلام بقى لو في جرجير. تعالوا بقى نعمل السندوتش اللي انا بعشقه. حمري بقى جنب الاكله دي شويه
بطاطس، وحطي بقى شويه جرجير في الساندوتش على شويه بطاطس على البانيه بتاعنا، عليهم بقى شويه طحينه على الوش، وهتاكلوا احلى ساندوتش بانيه مخ اكلتوه في حياتكم. وبجد جربوا الطريقه دي بدون سل هتعجبكم جدا، وكمان بدون ريحه زفاره خالص، وطعمه في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم ان من جمالها اكلت رغيفين كده وانا واقفه. يلا بقى جربوا الوصفه وربنا يحسن ما بين ايديكم دايما. هنعمل احلى حلويات مشكله. هتقولي لي حلويات ايه اللي بفلفل وطماطم وفي سندوتشات كده؟ انتي بتهزري. ناس كتيره طبعا ممكن تكون ما تعرفش الاسم ده، وان الحلويات بالنسبه لها بتكون حاجه حلوه. النهارده بقى هنعمل حلويات الذبيحه والمذبح، والحلويات دي بقى بتكون عباره عن الفشه والزور والطحال والحلل، وساعات ناس بقى بتعمل معاها حتت من لحمه الراس زي اللسان والحاجات دي، اكلات المصمت يعني. السندوتش ده بقى المحبب لقلبي، ولو ولادك مالهمش في الكلام ده والحاجات دي اعملي لهم الطريقه دي، صدقيني هياكلوها وهيقولوا لك اعملي لنا منها على طول. وفي حله فيها ميه بتغلي على النار هنقطع بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل، فصوص مستكه وحبهان وورق لورا وعود قرفه وكبيبه صيني وقرنفل، ومعلقه صغيره كزبره وفلفل اسود وجنزبيل، معلقه صغيره سكر عشان تسرع من التسويه، ومش هنضيف ملح دلوقتي. نضيفهم بقى على الميه بتاعتنا. ممكن كمان تضيفي على الحاجات دي جزريه وعصير نص ليمونه عشان تفتح لك من لون الحلويات، لان الحاجات دي لونها بيغمق معانا مع التسويه. نعم احنا مش بنشرب الشوربه بتاعتها، بنحط التوابل والخضار عشان تدي طعم حلو للحلويات بتاعتنا. طبعا غسلت الحلويات بتاعتي كويس جدا ونقعتهم نص ساعه في خل وملح وليمون ودقيق لحد ما نزلوا كل الدم والزفره اللي فيهم. شطفتهم شطفه كويسه جدا ونزلت بقى بيهم في الحله بتاعتي. اول ما الحله تغلي هتلاقيها طلعت لي كريمه، لازم نتخلص منها اول باول. نسيبها بقى تستوي على راحتها على النار، نكون خلصنا احنا باقي الحاجات. اقطع بقى بصلايتين وسط حلوين كده، تقريبا الكميه اللي انا هعملها كيلو ونص حلويات. قطعي بقى البصل التقطيع اللي انت تحبيها، جوليان او تقطيع صغير كده. هقطع كمان 4 قرون فلفل كده سبايسي، لو حباه بارد مفيش مشكله. وهقطع كمان 4 فصوص كده من الثوم، وهقطع كمان طماطميتين بحيث ان كل حاجه تبقى جاهزه معايا. هنا بقى الفشه استوت وباقي الحاجات لسه عليها شويه. هنعرفها ازاي ان هي استوت؟ هنجيب شوكه وهندخلها، لو دخلت معانا بسهوله تبقى هي كده تمام استوت. وفي الوقت ده هنضيف لها الملح، هنسيبها 10 دقايق وبعدين نطلعها. رحت بقى الفشه وسبت باقي الحاجات هتاخد معايا شويه تسويه. زي ما انتم شايفين انا مقطعه الفشه قبل التسويه علشان ما تاخدش معايا وقت وتستوي معانا بسرعه، وكلها تاخد من الخضار والتوابل اللي احنا حاطينها. هنا بقى باقي الحاجات اللي انا عاملاها خلاص استوت، هطلعها اللي هي الزور والحلل وبعض الاجزاء من لحمه الراس. في ناس بتعمل مع الحاجات دي الطحال، بس انا الصراحه بحب الطحال لوحده كده اعمله لوحده. طلعت بقى كل الحاجات دي، خدوا معايا تقريبا ساعه. هنتخلص من الشوربه دي لان خلاص بقى مش محتاجينها. بعد بقى ما الحلويات بردت هقطعها بقى كده صغير. لو وصلتوا معايا لهنا اتمنى تدعموني بلايك واشتراك. وجودكم معايا شرف كبير ليا، واهلا ومليون مرحب بكل مشتركين الجدد. نورتوني وشرفتوني وزادت القناه نور وشرف بانضمامكم لينا. كل الشكر والتقدير لمتابعيني وحبايبي. قطعت بقى كل حاجه، وده الزور بقى بحبه جدا، بحب اي حاجه كده فيها قراقيش. قطعته صغير شويه علشان طبعا كله بيدور عليه وبيحبه وبياكله. وفي طاسه بقى على النار هنحط حبه زيت وكم من قطعه كده من اللي بتدي تيست وطعم عالي كده للاكله دي. نشوحها شويه كده لحد ما تنزل الدهون بتاعتها. بعدين بقى هننزل الحلويات بتاعتنا، نشوحهم بقى تشويحه حلوه كده شويه، يعني دقيقتين 3 كده، نديهم صدمه بسيطه كده على النار. وبعد كده هننزل بالبصل بتاعنا اول حاجه، هنديله فسحايه كده في النص وهنحط عليه حبه زيت وحبه ملح. هشوح البصل بتاعي شويه كده وبعد كده هنخلطه مع الحلويات. سيبهم بقى شويه مع بعض علشان البصل ياخد لون شويه، كمان الحلويات تاخد من طعم البصل. هنحط عليهم كزبره بقى وفلفل اسود والتوابل بتاعتنا الحلوه وكمون وجنزبيل وقرفه والسبع بهارات لو عندك. وبعد بقى ما خدوا تشويحه حلوه هنفسح فسحيه تانية وهننزل بقى كده بالثوم بتاعنا، نديله تشويحه لحد ما تظهر ريحه الثوم. وبعد كده ننزل بالفلفل. بعد ما الثوم والفلفل خدوا تشويحه معانا حلوه والريحه بتاعتهم ظهرت كده هننزل بالطماطم. واخر حاجه بقى هنظبط الملح بتاعنا وهنعصر عصير نص ليمون. هشوحهم بقى دقيقتين 3 كده على النار وهننزلهم على طبعا الاكله دي بيفضل ان هي تتاكل كده وهي لسه سخنه، والقلب ده بقى ليكم. والصينيه دي لو قدامي هاكلها في اي وقت، فطار غدا عشاء في اي وقت كده هاكلها مع شويه مخلل وحبه جرجير. والاكله دي بقى بعشقها، بس الصراحه مش باكلها من اي حد، مش بحبها من بره خالص لان بيبقى اغلبها دهون. ما كنتش اعمل حاجه كده على ايدي واشوفها، فعارفه انا حاطه ايه ومنضفاها ازاي. ما كلهاش خالص ابدا من بره. جربوا بقى تعملوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. كمان لو ولادك ما بيحبوش الحاجات دي تقدري تعمليها لهم بالطريقه دي هيحبوها وهياكلوها. بقى داخلين على عيد الضحيه، كل سنه وانتم طيبين. والحاجات دي بقى بتكون في الضحيه بتاعتنا، فالناس اللي مش بتحبها جربوا الطريقه دي وان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم جدا وهتشتروها مخصوص وهتعملوها على طول. متنسوش بقى تكتبوا لي كومنت حلو وشيروا الوصفه لاصحابكم وقرايبكم علشان الكل يستفاد. تعالوا بقى نعمل شويه كبده بما اننا داخلين على العيد الكبير. كل سنه وانتم طيبين. وطبعا كلنا واغلبنا فطرنا اول يوم العيد بيبقى كبده. تعالوا بقى نعمل
هعمل احلى كبده اسكندراني واحلى سندوتشات كبده زي بتاعه المطاعم بالظبط. هعمل كمان شويه طحينه سهله وسريعه وما بتاخدش وقت لزوم الكبده. عندي كمان شويه ورق عنب جولي كده قلت افرزهم معاكم بالمره. تعالوا نبتدي الاول بورق العنب. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي معتمداها من سنين لانها بتوفر معايا مجهود كبير وقت ما اجي اعمل ورق العنب. هقول لكم بقى ازاي دلوقتي، بس في البدايه حابه ارحب بكل المشتركين الجدد. اهلا ومن يوم مرحب بيكم، نورتوني وشرفتوني ووجودكم معايا شرف كبير ليا. ادخل بقى على طول على ورق العنب، غسلته كويس جدا جدا. بغسلهم بقى دلوقتي ورقه ورقه تحت الحنفيه وبشيل العصوص بتاعتهم وبفردهم فوق بعضهم كده. واهم حاجه الورقه اللي بحطها بكون فردها كويس. احنا طبعا في اواخر موسم ورق العنب، لو لسه بقى ما جبتيش الحقي بقى هاتيه بكره يسترك بقى وتعزمي بيه. والصراحه من الحاجات اللي انا بحب اعملها في العزومات بتاعتي ورق العنب ده، لان انا اصلا بعشقه. هفرد بقى كل الكميه اللي معايا فوق بعضهم كده مجموعات، وادي بقى كل الكميه اللي معايا عملتهم على 4 مجموعات كده بالشكل ده. وفي حله بقى فيها ميه بتغلي على النار، هعصر بقى على الميه دي عصير ليمونه، وهجيب بقى مجموعه من ورق العنب وهمسكهم كده بالماسك كده زي ما حضراتكم شايفين، وهنزل بقى بيهم في الميه ومش هسيبهم من الماسك خالص. يعني هفضل ماسكاهم كده لحد ما يغيروا لون من تحت او مقلباهم الناحيه التانية. ورق العنب هنا مش بياخد وقت كتير على النار، هو يعني يا دوب دقيقه او دقيقه ونص كده وتقومي قلبها على الناحيه التانية. برضو هياخد معاكي دقيقه وتقومي مجهزه بقى ميه ساعه فيها تلج كده تقومي حطهم فيها على طول، او لو ميه الحنفيه ساعه ممكن نحطهم تحت ميه الحنفيه. بس هنا انا بحاول احافظ على الرصه بتاعتهم علشان دي اللي هتساعدني بعدين وانا باجي الفه، ان انا اطلع ورقه ورقه كده والفها على طول زي ما انتم شايفين كده، ماسكاهم بالماسك طول ما هم في الميه كده، واول ما لونهم يغير من تحت هم قلبهم على طول. وزي ما شفتوا كده مش حاطه ولا اي حاجه في الميه غير عصير ليمونه بس. في ناس بتحط كمون وتوابل وزيت وساعات سكر كمان، بس هي مش محتاجه اي حاجه خالص غير هي عصير الليمونه بس. والطريقه دي اللي بتحافظلك على ورق العنب ويفضل معاكي زي ما هو لحد السنه اللي بعدها، ولا بيغير لون ولا طعم ولا اي حاجه خالص، وكانك لسه جايباه فريش. كمان انا عملته معاكم قبل كده من اللي انا مفرزاه في اول يوم رمضان. هسيب لكم كمان طريقه عمل طاجن ورق العنب باللحمه في اخر الفيديو علشان لو حابين تشوفوه قد ايه هو طالع معايا مظبوط، والورق معايا مش مهري مع انه قاعد سنه كامله وهيقعد معاكي كمان اكتر من سنه. كمان لازم تخلي بالك ان ورق العنب كله داخل كده في الميه ومغطساه كله عشان كله ياخد السلقه المظبوطه. وطبعا زي ما كنتوا شايفين كده كنت مطلعاه في ميه فيها تلج ونزلته كمان اديته شطفه تحت الحنفيه، بس مخليه بالي ان الرصه تطلع يعني زي ما هي كده مظبوطه. عايزاهم زي ما هم كده برصتهم. كل مجموعه انا سلقتها ونزلتها في الميه السخنه مسكوا في بعض كده وبقوا زي ما هم كده برصتهم. حطيتهم بقى في المصفى يتصفوا شويه. بعد بقى ما سبتهم يتصفوا هجيب بقى الاكياس بتاعتي وهحطهم بقى في الاكياس بنفس الرصه بتاعتهم برضه. نحاول نحطهم مفرودين كده فوق بعضهم في الكيس ونفضي الهواء خالص كده من الكيس ونقفله كويس. وده بقى بالنسبه لطريقه تفريز الورق العنب. دي بقى الطريقه اللي بتريحني وماشيه عليها من سنين، مش محتاجه بقى لما اجي اعمله ان انا اسلقه. انا كده خلاص جهزته على اللفه على طول، كمان يبقى سهل عليا كده ان انا اطلع ورقه بورقه مرصوصين كده فوق بعضهم وجاهزين. وده بقى بالنسبه لورق العنب. تعالوا بقى نعمل الكبده وهتاكلي احلى واطعم كبده اسكندراني زي بتاعه المطاعم واحلى كمان. كفايه ان انت عاملاها من ايديكي، ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. وبالنسبه لي انا اي خضار هحطه للكبده بحب ان انا اقطعه كده على البلانشه، وانا هنا قطعت قرن فلفل حامي لو حابينه بارد مفيش مشكله، وقطعت كمان كام من فص حلوين من الثوم او راس ثوم كامله كده قطعتهم بقى صغير جدا جدا. وبالنسبه بقى للكبده قطعتها شرايح، ولو حابه تقطعيها مكعبات برده مفيش مشكله. حاولي قبل ما تقطعيها كمان تدخليها في الفريزر شويه علشان تعرفي تتحكمي في التقطيعه بتاعتها. يعني حاولي تسيبيها في التجميد حوالي نص ساعه كده. بعد كده هاخد بقى نص الكميه بتاعه الثوم والفلفل هحطها على الكبده، وطبعا الكبده انا غسلاها ومصفياها كويس. هعصر عليها كمان عصير ليمونه وهقلب ده كله كويس مع بعضه. عايزاكم بقى تصلوا على النبي وتستغفروا الله. واقول لكم كده لان انا جربت الموضوع ده في حياتي الفتره دي والحمد لله بفضل الله امور كتيره اتيسرت لي. حتى لو مفيش حاجه اتيسرت لك في نفس الوقت ربنا هيسرها لك بعدين. كفايه بس والله الراحه النفسيه. بس عايزاكم لما تستغفروا الله استغفروا من قلوبكم وكوني واثقه ان ربنا قادر على كل شيء، وربنا يريح قلوبكم جميعا يا رب. نرجع تاني بقى للكبده، وزي ما شفتوا كده انا حطيت لها الثوم والفلفل وعصرت عليها عصير ليمونه وركنتها على جنب. ودلوقتي
دلوقتي بقطع بصلايه وسط كده. لو مش حابه نضيف بصل مفيش مشكله برده، ده حسب راحتك، بس انا بحبها بالبصل. هي بصلايه وسط كده على نص كيلو كبده. كمان هقطع قرن فلفل رومي وقرنين فلفل حامي، هجهزهم بقى كده جنبي بحيث ان كل حاجه تكون جاهزه معايا. وفي طاسه بقى على النار هنزل بقى بشويه زيت كده حلوين، واول ما الزيت يسخن هنزل بقى بالبصلايه وهحط عليها على طول رشه ملح زي ما متعودين. هديها بس تشويحه بسيطه خالص من غير ما تاخد لون، وبعد كده هنزل بقى بالكبده بتاعتي على طول. ولو مش هتحطي بصل يبقى هتنزلي بالكبده على طول على الزيت. كل ده بقى على نار عاليه، ما ينفعش نوطي عليها النار علشان الكبده ما تنزلش ميه كتير. مع كمان هنستمر في التقليب حتى بقى ما الكبده كلها لونها يتغير، وكمان البصله تبقى حمرت معايا شويه. وهنفسح كده فسحايه في النص، وهنجيب باقي الفلفل والثوم اللي احنا كنا مقطعينه وهننزل بقى بيهم كده في النص نديلهم تشويحه. بعدين بقى هنخلطهم بكل الكبده، واول ما ريحه الثوم والفلفل ظهروا معايا كده هنبتدي بقى ننزل بالتوابل بتاعتنا، ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره. دي بقى التوابل الاساسيه اللي بحطها للكبده. هضيف بقى بعد كده اخر حاجه للكبده وهي الفلفل الرومي والفلفل الحامي اللي انا كنت بقطعاهم، ودقيقتين 3 كده نشوحهم على النار، وكده خلاص الكبده بتاعتي بقت جاهزه معايا. نروح بقى نعمل شويه طحينه نظام الكبده، وده بقى كان اخر البرطمان، ما لقيتش فيه غير معلقتين فقلت يلا هعملهم كده وخلاص. حطيت عليهم بقى شويه خل وشويه ملح وعصير نص ليمونه، رشه كزبره ورشه كمون. وهنضيف بقى الميه بتاعتنا بالتدريج، ميه فتره عادي من الحنفيه، وهنقلب فيها كويس جدا جدا. دي بقى طريقه سهله وسريعه للطحينه وما بتاخدش وقت، وكمان طعمها جميل. اهم حاجه تظبطي الملح وتحطي لها ليمون وهتبقى احلى واطعم طحينه اكلتيها. نروح بقى بعد كده نجهز السندوتشات بتاعتنا، بس هنضيف اضافه اخيره كده للكبده، هنحط لها عصير نص ليمونه في الاخر خالص. ودي بقى لو حابه تضيفيها ضيفيها، مش حابه تضيفيها مش مشكله، هي بتدي مزازه كده للكبده وطعم جميل. وكبده بقى يعني جرجير ومخلل وطحينه. ايه رايكم بقى في الطبق الجامد ده؟ يستاهل بقكم بجد، وبالف هنا وشفا للي هيجرب وهيعمله. تعالوا بقى نعمل السندوتشات بتاعتنا. حابه تضيفي جرجير للفينو مفيش مشكله، مش حابه مش مشكله، يعني هو اصلا عادي يتحط عادي. لو فينو ممكن تحطيه من غير جرجير خالص، بس انا حابه ان انا اضيف له الجرجير. وهنزل بقى عليهم بقى بشويه طحينه. ايه رايكم بقى في السندوتش الجامد بتاعنا ده؟ يستاهل بقكم بجد، جربوا الطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم. كمان ممكن تعمليهم سندوتشات كده وتاخديهم بقى في النادي تاكليهم بره بقى. كنت عايزاكم لو وصلتوا معايا لهنا ما تنسوش بقى تشيروا الفيديو لاصحابكم وقرايبكم علشان الكل يستفاد، وكمان لايك وكومنت من ايديكم الحلوه علشان يشجعني كده اعمل لكم فيديوهات اكتر. ربنا يحسن ما بين ايديكم دايما يا رب. طبعا لو زي حالاتي كده مالكمش في العيش الفينو مع الكبده، يبقى هنجيب العيش البلدي بتاعنا ده وهنحط بقى كده شويه جرجير على شويه كبده على شويه طحينه على شويه مخلل. وطبعا ولادي مستنيين، مش قادره اقول لكم بقى على الكبده وجمالها وجمال طعمها، وبالف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. وجت بقى اللحظه اللي انا مستنياها بقى من اول الفيديو، وهي ان انا ادوق معها بقى جامد جدا. ما تنسوش برضو تجربوا طريقتي فرع العنب، ان شاء الله هتعجبكم، لاني بفرح جدا لما بلاقي تطبيقاتكم كده على الحاجات اللي انا بعملها وبتعجبكم. واتمنى لو اول مره بتشوفيني اتمنى تشتركي عندي علشان تنضمي لعيلتي الجميله وتبقي اخت من اخواتنا. ربنا يديمكم في حياتي نعمه يا رب. طبعا وجودكم معايا شرف كبير ليا. لو لسه بقى ما جربتيش الاكله دي يبقى فايتك كتير. يلا بقى احفظي الوصفه عندك وجربيها في العيد، الكل هيشكرك عليها. ومن جمالها مش هتبطلي تعمليها وهتعتمدي الطريقه دي في الممبار، لان طعمه حكايه، فيه تكات صغيره كده هتعمليها بتودي الطعم في حته تانية خالص. هنعمل النهارده احلى ممبار عادي وممبار بوبسي يستاهلوا بقك. كمان تقدري تعملي الممبار البوبسي ده في عزومه، حاجه تشرف بجد، لانه قد القطمه، حاجه كده عسل ولذيذه كده وكيوته. يلا بقى نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، ونبتدي بقى وصفتنا مع بعض. بس قبل اي حاجه حابه ارحب بكل مشتركين الجدد، وبقول لكم نورتوني وشرفتوني في قناتي المتواضعه. ولو لسه اول مره بتشوفيني اتمنى تشتركي عندي، ووجودك معايا شرف كبير ليا. كل حاجه هعملها هقطع حوالي 5 بصلايات كده حلوين، كبار شويه لان هعمل حوالي 2 كيلو ممبار، وانا بالنسبه لي بحب جدا اقطع البصل للممبار، مش بحب اضربه في الكبه. لو انت بقى حابه تفرميهم في الكبه مفيش اي مشكله، ممكن تفرميهم بس ما تنعمهمش خالص، ربيهم ضرب كده متقطع، يعني تكه كده وافصلي الكبه تكه وافصلي. انا مش عايزه البصل يبقى عباره عن عصير، عايزاه يبقى كانك مقطعه على ايدك، ودي تكايه مهمه جدا خلوا بالكم منها. قطعنا بقى البصل وخلصناه، هنقطع برده كم من قرن كده من الفلفل حلوين كده وحاميين، لان انا بحبه حامي، لان انا اساسي عندي في الممبار والمحشي الشطه، مش حباه حامي. قطعي كده كم من قرن فلفل رومي هيدوا للممبار بتاعنا طعم مميز برده. كمان هقطع عليهم حوالي 5-6 فصوص كده من الثوم. وهنا بقى كده كنا جهزنا البصل والفلفل والثوم، احطهم كده في طبق واسع شويه عشان اعرف اتحكم فيهم، وهحط لهم بقى التوابل بتاعتي فلفل
فلفل اسود وكمون وكزبره. ظبط برده الملح حسب كميه الرز، لكل كيلو رز بحط معلقه كبيره كده حلوه من الملح. كمان هحط رشه قرفه وبابريكا وجنزبيل. حاولي بقى تكتري في التوابل بتاعتك لان دي اللي بتدي للممبار طعم كده حلو وجميل. كتري بقى وبلاش تستخسري. هقلب بقى التوابل القمر دي مع البصل والثوم والفلفل. هقلبهم بس ده انا همسكهم كده ادعكهم بايدي بحيث ان البصل يشرب كده من التوابل الحلوه دي. ودي بقى تكيه مهمه جدا بتدي طعم مميز وجميل. معايا بقى ربطه حلوه كده من الخضره، كزبره على بقدونس، ولو حابه تحطي شبت مفيش مشكله. قطعتهم كده وهضيفهم بقى على الخلطه بتاعتي، وطبعا كنت غسلاهم ومصفيهم قبل كده. معايا بقى حوالي كيلو وربع من الطماطم. انا هنا بقى استسهلت وقلت هضرب الطماطم في الكبه، بس برضو بضرب متقطع، ضربتين 3 كده 4 ونفصل. مش عايزينها ناعمه خالص، عايزينها كده يعني قطع شويه، مش عايزينها زي الطماطم بتاعه الصلصه ناعمه خالص يعني، لا احنا عايزينها قطع شويه كده. كمان لو حابين تقطعوها على البلانشه مفيش اي مشكله. الضرب بقى بيبقى كده تكه وبفصل تكه وبفصل، ما تضغطيش بقى على زرار الكبه كده على طول متواصل عشان ما تنعمش منك. طبعا زي ما انتم شايفين انا بحب اعمله ني في ني، يعني البصل والطماطم مش متسبكين معايا خالص. هكمل بقى باقي كل كميه الطماطم. عملت حوالي كيلو طماطم او كيلو وربع كده، وفي الوقت ده كنت غاسله كيلو ونص رز وسايبه الرز بتاعي يتصفى كويس. هنضيف بقى بعد كده الزيت بتاعنا حوالي ربع كوبايه كده من الزيت، وهقلب بقى الخلطه الحلوه بتاعتي دي. ولحد هنا بقى انا كنت لسه ما ضفتش الرز خالص. هنضيف بقى كده كيلو ونص من الرز، طبعا غسلاه ومصفياه. هخلط بقى كده كله مع بعضه. طبعا المعلقه مش هتنفع معايا خالص، فهقلب بقى كده بايدي. وفي الوقت ده تقدري تدوقي الخلطه بتاعتك اذا كانت محتاجه ملح ولا لا. هضيف هنا تاني شويه ملح لان دوقتها كانت عدمه شويه، وكمان محتاجه شويه توابل، يعني زي ما قلت لكم التوابل بتدي طعم جميل كده ومميز للممبار بتاعي. حطيت تاني بس شويه فلفل اسود وكمون وكزبره بس، والتوابل دي الاساسيه بالنسبه لي للممبار. كمان زي ما قلت لكم ان انا بحب الشطه جدا في الممبار، فضفت هنا حوالي معلقه صغيره كده من الشطه، ودي اختياري طبعا. هخلط بقى كده كله مع بعض الخلطه الجميله دي. وهنا بقت خلطه الممبار بتاعتي جاهزه، وطبعا كنت غاسله الممبار بتاعي ومجهزاه من قبلها. لو حابين تشوفوا طريقه تنظيفي للممبار في الميكسر هسيب لكم الرابط تحت في الديسكريبشن، الوصف تحت الفيديو يعني، وكمان هسيبه لكم في اخر الفيديو. هنيجي بقى هنا نحشي الممبار بتاعنا، وطبعا كل واحد وله طريقته في حشو الممبار. وانا هنا بالنسبه لي بفتح طرف الممبار بصباعيني كده السبابه والابهام، وبحشي بقى بايدي التانيه الحشوه بتاعتي. ولو انتي مقطعه الممبار بتاعك طويل شويه زي كده يعني هنحشي بقى من الطرفين، يعني جزء من الناحيه دي وجزء من الناحيه التانيه عشان تسهل معايا. وهنبطط بقى الممبار بتاعنا كده واحنا بنحشي فيه علشان ما يبقاش مليان معانا ويفرقع في التسويه. زي ما حضراتكم شايفين كده ببططه، ما نحاولش نكتر فيه الرز علشان ما يفرقعش، كمان الرز ياخد راحته في التسويه. وهننضفه كده خالص من الحشوه، هنمسحه بايدينا كده من بره، وهنحطه بقى في طبق جنبنا. وده بقى بالنسبه لطريقه حشو في الممبار. بمناسبه الممبار يعني عايزه اقول لكم ان انا عملته اول مره في حياتي، كنت في تانية اعدادي، عملته من اوله لاخره. كمان ماما جت من الشغل كده لقيتني عاملاه مسوياه، وكان طعمه في منتهى الجمال، لان احنا عندنا في البيت كلنا بنحبه جدا، فعشان كده قررت ان انا اعمله لهم وافاجئهم بيه. لو انتي اول مره تعملي الممبار هتبقي استاذه فيه، جربي الطريقه دي وهتبهري الكل بيه. كمل بقى حشو الممبار بتاعي كده كله بنفس الطريقه زي ما شفتوا، وهرجع لكم بقى تاني عشان نشوف هنعمله بوبس ازاي. هنا بقى كنت خلاص خلصت كده كل كميه الممبار، كنت عامله حوالي 2 كيلو. 2 كيلو ممبار بياخدوا حوالي من كيلو وربع رز لكيلو ونص. بنحاول قبل التسويه نخلي طول الممبار قد بعضه علشان يبقى شكله حلو وجميل في التقديم. ده بقى بالنسبه للممبار العادي. تعالوا بقى نعمل الممبار البوبس. هنجيب بقى خيط وهنربط بقى الممبار بتاعنا كده كل مسافه صغيره، هنربط رابطه بالخيط، هنلف بس كام لفه كده بالخيط، وهو ده اللي هيفصل كل واحده كده وواحده عن بعضها. اهم حاجه في الممبار ده ان احنا ما نكترش فيه الرز علشان ما يفرقعش مننا، وما تقلقوش خالص التسويه هتبقى مظبوطه وهيبقى صغنن كده وشكله شيك في التقديم. لايك بقى لو وصلت معايا لهنا، وعايزاكم بقى تكتبوا لي كومنت حلو كده لان ده بيشجعني وبيفرحني جدا. هخلص بقى كل الممباريه اللي معايا بهذا الشكل كده. شايفين بقى الجمال؟ شكلها بيبقى عامل زي العقد كده. عملت 2 تاني كمان. يفضل ان الممباريه تكون طويله علشان تعمل معاكي كميه حلوه. وفي وقت ما انا شغاله مولعه على حله فيها ميه على النار، هنحط لها بقى التوابل الحلوه دي وكمان الخضار ده: بصلايه، قرن فلفل، طماطمايه، ورق لورا، عود قرفه، 3 فصوص حبهان، 3 فصوص كوبيبه صيني، 3 فصوص قرنفل، فلفل اسود وكمون وكزبره، والملح بتاعنا طبعا. هنزل بقى بكل ده في الميه بتاعتي. اول ما الميه تغلي كده معايا هننزل بقى بالممبار. هنزل بقى بواحده واحده من الممبار. وبالنسبه بقى للتسويه بياخد حوالي نص ساعه، متحاوليش تسيبيه وقت طويل علشان ما يفرقعش معاكي. نسيبه بقى يستوي وتعالوا نعمل احلى طاجن لحمه. لزوم الممبار بقى في حله بقى على النار، هنزل بقى باللحمه وهحط لها مكعب كده من الزبده، وهديها بقى تشويحه حلوه على النار. وهكون بقى مجهزه التوابل والخضار، وهو عباره عن بصلايه وطماطميه وقرن فلفل وملح وكمون وكزبره
كزبره وفلفل اسود وعود قرفه ورشه جنزبيل و3 فصوص مستكه و3 فصوص حبهان و3 فصوص كبيبه صيني 3 فصوص قرنفل ورق لورا. وهنزل بقى بكل الحاجات دي مع بعضهم كده على اللحمه، اديها تشويحه بالتوابل والخضار. نكون بقى مجهزين ميه مغليه من الكتل، هننزل بقى بيها على اللحمه على طول، وهنملى طبعا الحله كده ميه. الميه لازم تكون بتغلي، وهغطي بقى عليها وهسيبها تستوي على راحتها. الوقت ده كان خلاص الممبار بتاعي استوى. تعرفي بقى ازاي ان هو خلاص كده استوى؟ هنرفع واحده بالماسك وهنجيب شوكه، ولو الشوكه دخلت معاكي بكل سهوله في الممباريه تبقى خلاص كده الممبار بتاعك استوى. هنطلع بقى الممبار بتاعنا كده كله على طول. تعالوا بقى نعمل احلى صلصه لطاجن اللحمه. في كزرولة كده او حله على النار هنجيب بقى حبه زيت وهنحط عليها حوالي معلقتين كبار توم مفروم مع فلفل. حطي بقى كزبره وشم الريحه بقى. طشي بقى التومه بالفلفل دي بشويه خل، وكمان معلقتين صلصه معلبه الجاهزه دي. جرد بس ما تشم ريحه التوم كده ظهرت تقومي طشاها بالخل والصلصه وتديهم تقليبتين كده مع بعضهم، وبعد كده تنزلي ب5 طماطميات فريش كده مضروبين في الكبه، 5 6 بقى على حسب كميه اللحمه اللي انت هتعمليها. وظبطيها بقى بالتوابل بتاعتك، ملح بقى وكمون وكزبره وفلفل اسود. سيبيها بقى تتسبك. هنطلع بقى اللحمه بتاعتنا في طاجن او في بايركس، وطبعا ده بعد ما استوت معايا تماما علشان ما تاخدش وقت طويل معانا بس في الفرن. هحط بقى شويه الصلصه الحلوين دول على اللحمه وهدخلها بقى الفرن وهولع عليها فوق وتحت. هسيبها بقى في الفرن اكون انا بقى حمرت الممبار بتاعي. طبعا في الوقت ده كنت عملت شويه رز برز كده. بالنسبه بقى للممبار البوبس بعد ما طلعته وبرد معايا خالص كده هفك بقى الخيوط منه وهقصهم بالمقص كل واحده كده لوحدها. هنا بقى كان التليفون فصل شحن معايا فما لحقتش اصورهم وانا بقصهم بالمقص يعني، بس انتوا اكيد فاهميني. احمرهم بقى كده على النار بالشكل ده وهتاكلوا بقى احلى ممبار بوبس شكله جميل كده وحلو وكيوت. وهنا بقى كنت خلاص خلصت وحمرت بقى كل كميه الممبار اللي معايا. طعمهم بقى في منتهى الجمال، واللحمه بقى اتشوت كده في الفرن شويه. وهنا بقى كانت كل حاجه جاهزه على التقديم. هنقدمهم بقى بالشكل اللي نحبه. طبعا زي ما قلت لكم كنت عامله شويه رز برز كده حلوين. هحط بقى عليهم من طاجن اللحمه الجامد ده. هنحط بقى الممبار بتاعنا. اكله بقى تستاهل بقكم بجد. جربوها بقى وربنا يحسن ما بين ايديكم دايما في كل حاجه بتعملوها. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ يا سلام بقى لو جنب الاكله دي شويه ساقع. دي سينا كولا يا جماعه عشان محدش يقول لي بس ان دي مقاطعه. ده بقى بالنسبه لوصفتنا النهارده. تعالوا بقى ندوق. ودي بقى اللقطه اللي ببقى مستنياها من اول الفيديو. بجد الممبار خطير وطعمه في منتهى الجمال، كمان التسويه مظبوطه وكل حاجه فيه مظبوطه. جربوا يا جماعه الوصفه دي ان شاء الله هتعجبكم. لو انتي من بتوع ياعة واخي اراهنك من بعد الفيديو ده هتاكلي الكرشه. طعمها وشكلها كفايه نظافتها كده هتخليكي تاكليها وانتي مغمضه وتاكلي صوابعك وراها من جمالها. كمان في الفيديو ده هنفرز مع بعض التوم بدون ريحه خالص وهيفضل جاهز معاكي كده طول السنه. وطبعا احنا لسه مكملين في وصفات العيد الكبير، ولسه بقى ما شفتوش الاكلات الجميله دي اللي عملناها مع بعض. هسيب لكم روابط الفيديوهات دي كلها في الديسكريبشن ده. كمان لو لسه اول مره بتشوفيني اتمنى طبعا تشتركي عندي، وجودك معايا شرف كبير ليا. واهلا ومليون مرحب بكل مشتركين الجدد، نورتوني وشرفتوني في قناتي المتواضعه. ويلا بقى نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام ونبتدي الفيديو بتاعنا. طبعا جبت الكرشه بتاعتي ونضفتها كويس زي ما حضراتكم شايفين. كنت نضفتها قبل كده معاكم على القناه. هسيب لكم فيديو تنظيف الكرشه في اخر الفيديو عشان لو حابين تشوفوه. كمان بعد ما نضفتها قطعتها صغير بالشكل ده علشان تبقى قد اللقمه. وكمان معايا ليمونيه واحده اسمها نصين، وفي حله فيها ميه بتغلي على النار هنزل بالكرشه بتاعتي وكمان الليمونيه دي. وهسيب بقى الكرشه تاخد غلوه على النار بدون اي اضافات. حط بس معاها الليمونه دي عشان تشيل اي زفاره في الكرشه. بعد ما خدت غلوه على النار هشيلها كده في طبق وهقلب الميه دي وهغسل الحله واملاها ميه نظيفه تاني واحطها على النار. واول بقى ما الميه النظيفه غليت معايا هنزل بقى بالكرشه تاني. تعالوا بقى نشوف هنضيف ايه للحله بتاعتنا. معايا بصلايه وقرن فلفل وكم من فص من الثوم وكمان ورق لورا وكوبيبه صيني وقرنفل وحبهان وعود قرفه صغير، فصين 3 مستكه وملح وفلفل اسود وكمون وكزبره. اخر حاجه نص معلقه صغيره كده من الجنزبيل. هاخدهم بقى كده وهضيفهم على الكرشه. هغطي الحله بتاعتي وهسيبها بقى تستوي على راحتها خالص. وهقلب بس الغطا شويه عشان ما يكبش على البوتاجاز. وفي وقت بقى ما الكرشه بتستوي قلت افرز كميه الثوم اللي معايا دول. والصراحه الثوم المتفرز بالنسبه لي بيريحني جدا. بعدين ممكن تشتري كميه ثوم متقشر كده وممكن تقشريه لو عندك يعني الثوم صحيح ممكن تقشريه. هجيب بقى الكبه بتاعتي وهبتدي احط كميه ثوم وهفرمهم بقى كده كويس. تعالوا بقى نشوف ايه الاضافات اللي بنحطها للثوم علشان يحتفظ معانا زي ما هو كده طعم ولون ما يتغيرش خالص طول السنه. السر هنا في معلقه الخل وكمان معلقه صغيره من الملح.
ملح. هنقلبهم مع بعض والطريقه دي معتمداها من سنين. وبعد ما قلبتهم مع بعض كويس هحطهم بقى في اكياس السندوتشات دي، او لو عندك اكياس تفريز مفيش اي مشكله. اهم حاجه بس ان انت تبططيهم كده بالشكل ده عشان يبقوا سهلين معاكي. لو جيتي كده تاخدي حته تكسريها بكل سهوله وهي متجمده، علشان ما ينفعش تسيحي الكيس كله على حته صغيره، علشان الباقي يحتفظ بنفسه كده في التلاجة فتره طويله. بعدين بقى هنفضي الهواء وهنتني الكيس بالشكل ده كده، هنطبقه بالشكل ده. عملت كميه ساده من غير فلفل، وهعمل كميه تاني بفلفل. حطيت قرنين 3 كده من الفلفل، وهبتدي اضرب بقى الكميه. وبفضل انا ان انا افرم التوم بالفلفل، لان اغلب الاكلات اللي بحط لها توم بحط لها فلفل. حطيت برده معلقه الخل ومعلقه الملح، وهقلبهم مع بعض. الخل ده يا جماعه اللي بيحتفظ بلونه كده ابيض وفاتح وجميل، ما يخليش التوم يصفر منك لو قعد فتره طويله. كمان انا بفضل موضوع الاكياس ده عن موضوع البرطمانات، لان البرطمان بيبقى صعب عليكي وبتستني فتره كده على بال ما يفك عشان تاخدي منه معلقه ولا معلقتين من التوم. وانا طبعا ما بفضلش خالص الحته دي ان انا اسيبه يفك وبعد كده ارجعه تاني الفريزر علشان ما يغيرش لونه وطعمه كمان. ده بقى بالنسبه لتفريزي للتوم. هقول لكم كمان ايه اللي يخليه ما يعملش ريحه خالص في الفريزر ولا كانك حاطه توم. زي ما انتم شايفين ببطط الكيس بتاعي وبقفله كده، بسحب الهواء وبتنيه كده، وبخلي الفتحه بتاعه الكيس لجوه، وبحطهم في العلبه دي. واهم حاجه العلبه اللي هتحطي فيها التوم تكون محكمه الغلق علشان ما تعملكيش ريحه في التلاجة. وكمان حاولي تحطي مع العلبه دي قطعه كده من الفحم، لان دي اللي مش هتخلي ريحه خالص للتوم في الفريزر. هنقفل العلبه بتاعتنا وهندخلها الفريزر. نرجع تاني بقى للكرشه اللي سايبينها على النار. هقطع كده بصلايه وهضربها في الكبه، وفي حله بقى على النار هحط معلقه سمنه بلدي. بعد ما تتقدح هنزل بقى بالبصل بتاعي، بصلايه وسط كده لان انا مش عامله كميه كرشه. هحمرها بقى كده نص تحميره على النار، مع اضافه كده رشه ملح. في الوقت ده كانت خلاص الكرشه استوت معايا 3/4 تسويه. هطلعها بقى كده من الحله وهحط بقى الكرشه بتاعتي على البصل. هديها بقى كده تشويحتين على النار، وهضيف لها معلقتين توم مفرومين كده مع الفلفل اللي احنا فرمناهم مع بعض. هحط لهم بقى قرنين فلفل، ويا سلام بقى لو حاميين. هنقلبهم كده مع بعض، والريحه هنا بقى ما اقولكوش. هسيبكم تجربوا الطريقه وتحكموا بنفسكم. واول ما بقى شميت ريحه التوم هنا قمت طشيتها كده بحبه خل. كمان ضفت لها معلقتين كبار كده من الصلصه. اديلهم هنا بقى تشويحتين 3 كده. وفي الوقت ده كنت مجهزه عصير 3-4 طماطميات، طرباهم في الكبه ومنعماهم خالص. انزل بقى بيهم على الكرشه. هسيبهم بقى يتسبكوا، بس قبل ما يتسبكوا هحط لهم بقى التوابل، ملح بقى وفلفل اسود وكمون وكزبره. هضيف كمان على التوابل بتاعتي رشه جنزبيل ورشه بابريكا ورشه قرفه، وهسيبهم بقى يتسبكوا مع بعضهم كده حلوتين 3 على النار عشان هي 3/4 سوا. وبعد كده هنجهز الطاجن بتاعنا، هحطهم بقى في الطاجن. وصلتوا بقى معايا لهنا، ما تنسوش بقى تكتبوا لي كومنت حلو هيفرحني وهيشجعني جدا. هحط عليهم بس نص كوبايه ميه، وهغطيهم بقى كده بورق سلوفان وهدخلهم الفرن. ولع عليهم من تحت الاول، وبعد كده هشيل السلوفان وهولع عليهم الشوايه من فوق ياخدوا لون حلو كده، وهطلعهم على طول طبعا بعد ما تكون استوت تماما. تعالوا بقى نعمل شويه رز ابيض يستاهلوا بقكم. على بقى على النار حطيت مكعبين من الزبده، وحطيت كمان فص مستكه. المستكه بتدي طعم خطير للرز الابيض. جربوا كده تحطوا 3-4 فصوص مستكه مع الرز الابيض، هتلاقوا طعمه بقى في حته تانية خالص. بعد ما الزبده اتقطعت مع المستكه ضفت الرز. طبعا الرز غسلاه كويس، ده حوالي نص كيلو رز. وطبعا لازم بشوح الرز بتاعي كويس قبل ما اضيف الميه علشان الرز يبقى مفلفل وجميل، وكل واحده كده لوحدها ما يعجنش مننا. لازم تديله تشويحه كده حلوه مع الزبده. كمان الزبده مع الرز الابيض بتدي طعم جميل جدا للرز، بتخلي ليه طعم مميز كده وحلو، تحسوه كده انه غني. وهضيف كمان معلقه صغيره من الملح على نص كيلو رز. وفي الوقت ده بغلي ميه على الكتل، واول ما احس ان الرز بتاعي اتشوح معايا كويس هنزل بقى بالميه، نص لتر كده من الميه. طبعا مش هنكتر الميه علشان الرز يبقى مفلفل وجميل. نغطيه بقى وهنوطي عليه بعد ما ياخد غلوتين. ده بقى بالنسبه للرز الابيض. عايزه اقول لكم ان انا كنت من الناس اللي بستغرب جدا الناس اللي بتاكل الرز الابيض ده، بس من بعد ما جربته في كذا وصفه بالطريقه دي عجبني جدا. من لو مفيش زبده ممكن تعمليه بسمنه بلدي برده هيدي نفس الطعم ونفس النتيجه الحلوه. وطبعا في الوقت ده كنت خلاص طلعت طاجن الكرشه من الفرن، وكمان الرز كان معايا استوى. غرفت بقى الرز بتاعي بالشكل ده. عايزين تعرفوا غرفته كده ازاي؟ بجيب القالب بتاع الكيك وبحط فيه كميه الرز اللي انا عايزاها، وبقلبه كده على الطبق اللي انا هستخدمه. حبيت اقول لكم علشان لو عندكم عزومه وحابين تقدموا الرز بشكل شيك الطريقه دي هتبقى حلوه جدا. لما بقى لو
لو رشينا رشه بقدونس كده على طاجن القمر ده، عايزه اقول لكم طاجن الكرشه ده في منتهى الجمال. واللحظه اللي جايه دي بقى اهم لحظه في الفيديو كله. شايفين البقبقه بتاعه الطاجن؟ عايزه اقول لكم ان التقطيعه الصغيره دي احلى حاجه فيه. تاخدوا بقى قطعه بقطعه كده تاكلوها على طول، مش هتقعدوا بقى تقطعوا قد القطمه يعني او قد اللقمه لو حابين تاكلوها بعيش. كمان الصوص اللي حواليها ده او الصلصه دي طعمها في منتهى الجمال. انا بالنسبه لي الطاجن ده مش قادره اسميه ان هو كرشه خالص، من غير زفاره خالص. طبعا انتوا عارفين زفاره الكرشه انا بالنسبه لي مش باكلها من اي حد خالص، ولا بقدر حتى اشتريها من بره خالص، من ماما بس، الناس القريبين مني اللي انا ضامنه النظافه بتاعتهم بس، لاني لو شميت فيها اي ريحه زفاره هبقى من بتوع يع. هنيجي بقى للحظه المهمه جدا في الفيديو، ان انا ادوق. مش قادره اقول لكم على جمال طعمها ولا الصوص يا جماعه رهيب. جربوا بقى الطريقه دي وهتدعوا لي. ممكن كمان تقدموها كده جنب الرز بالشكل ده، يعني لو غرفتوا الرز بالطريقه دي ممكن تحطوا كده حوالين الرز كده، بيدي منظر جميل وحلو قوي وشيك في التقديم. يلا بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تشيروه لاصحابكم وقرايبكم علشان الكل يستفاد. كمان برضو ما تنسوش تضغطوا لايك عشان الفيديو يوصل لكل الناس. ماما قالت لي لو لقيت الطحال جايلك مفتوح كده من عند الجزار اوعي تسلقيه لانه هينزل الفايده اللي فيه. تعالي اقول لك تعالجي ده ازاي. وطبعا لو سلقناه على طول كده هينزل الانسجه والفايده بتاعته، هيكون ملهوش قيمه غذائيه. واحنا عارفين ان الطحال مفيد جدا لنسبه الدم وبيرفع نسبه الدم. طبعا لو انت بتشتري الطحال بنفسك حاولي تشتريه مش مفتوح تماما، يعني ما فيهوش اي فتحه كده ولا اي كده، لانه طبعا لو احنا عملناه بالشكل ده هينزل كل الفوائد بتاعته والانسجه بتاعته كمان. تعالوا اقول لكم بقى ازاي هنعالج الفتحه اللي فيه دي. بس قبل اي حاجه حابه ارحب بكل مشتركين الجدد. اهلا ومليون مرحب بكل مشتركين الجدد، نورتوني وشرفتوني وزادت القناه نور وشرف بانضمامكم لينا. كل الشكر والتقدير لمتابعيني وحبايبي. ولو لسه اول مره بتشوفيني اتمنى تشتركي عندي، وجودك معايا شرف كبير ليا. ودلوقتي اول حاجه هعملها في الطحال هشيل الجلده البيضه دي. الطحال كله بيبقى متغلف فيها فانا هشيلها خالص، هنستغنى عنها تماما. بس واحنا بنشيلها بالراحه خالص علشان ما يتفتحش معانا الطحال. هي بتتشال معاكي بكل سهوله كانك بتقشريها كده. وفي ناس برضو بتسلقها زي ما هي كده بالطبقه الخارجيه دي، بس هي بتبقى مجلده معاكي شويه. كمان الطبقه الخارجيه دي لما بتبقى موجوده بتبقى فيها سنه زفاره شويه. لو انتوا حابين تشيلوها شيلوها، لو مش حابين خلاص. انا هنا بشيلها زي ما انتوا شايفين كده، بتتشال معايا بكل سهوله. بس عند الفتحه زي ما قلت لكم لازم نخلي بالنا كده ونحرص واحنا بنشدها علشان ما تتفتحش معانا اكتر. ولو في حته كده فيها دهون او اي حاجه مش مستحبه نحاول نشيلها على قد ما نقدر. بعد بقى ما شلنا الطبقه الخارجيه اللي فيه شطفته كده تحت الحنفيه، تعالوا بقى نشوف هنعالج الفتحات دي بقى ازاي. هنجيب سكينه وهنسخنها كويس جدا على عين البوتاجاز، وهندي بقى صدمه للفتحه اللي موجوده عندنا في الطحال. هسخن بقى السكينه تاني وهحطها لحد بقى ما نحس ان هي خدت صدمه كويسه، ولما نيجي نسقطها في الميه ما تنزلش كل الفوائد بتاعتها. كمان وارد جدا وانت بتشيل الطبقه الخارجيه تتفتح معاكي زي ما حصل معايا هنا، فهنعملها برضو دلوقتي. هنديها صدمه كده بالسكينه، هتديها بقى صدمه مره او مرتين بالشكل ده كده كانك بتكويها كده عشان تبطل تنزل اي سوائل واي انسجه منها. ونحاول نخلي السكينه اللي هنستخدمها مخصصه للطحال وكده بس، علشان طبعا ما تبوظيش كل السكاكين اللي عندك. الطريقه دي حصري وعندي اول مره هتلاقوها على اليوتيوب او على السوشيال ميديا عامه. طبعا انا بقول لكم كده علشان لو حصل معاكي موقف زي ده تقدري تتصرفي وتعمليه. جالك الطحال في الضحيه بتاعتك مثلا مفتوح بالشكل ده كده، فتقدري تتصرفي وتعالجيه. او اتفتح معاكي زي ما حصل معايا مثلا، وارد انه يحصل حاجه زي كده، فنقدر ان احنا نعالجه. وفي حله فيها ميه بتغلي على النار هندي للطحال بتاعنا كده غلوه. وطبعا انا كنت شطفته كويس قبل ما اديله صدمه بالسكينه، وهنا بقى كان خد معايا غلوه على النار، ما ضفتش اي اضافات خالص، عمل بس الريمه اللي من فوق دي. وطبعا هنا يا اما تتخلصي خالص تماما من الريمه، يا اما تكبي الميه دي كلها وتسلقيه تاني في ميه نظيفه. انا هنا هشيل الطحال بتاعي وهكب الميه اللي فيه دي وهشطه في الحله وهملاها بقى ميه نظيفه وهنسلقه فيها. وده السر اللي بيخلي الطحال ملهوش اي ريحه زفاره خالص. بقى نشوف هنحط للشوربه بتاعتنا ايه. هنحط لها بصلايه وقرن فلفل، كمان فص كده توم مفرومين، كمان ورق لورا والملح والحبهان، وكمان عود كده من القرنفل وعود قرفه وفلفل اسود وكمون وكزبره. ننزل بقى بيهم على الطحال. طبعا التوابل والخضار اللي احنا حطيناه ده بيدي طعم حلو للطحال. احنا مش هنستخدم الشوربه بتاعتها في حاجه ملهاش لازمه معانا، بس كل ده طبعا بيمنع الزفاره وبيدي طعم حلو للطحال بتاعنا. بياخد بقى على النار من نص ساعه لساعه الا ربع كده، وبيكون اتسلق معانا كويس. هنرفعه بقى كده في طبق. لو انت بقى عايزه تتاكدي من التسويه بتاعته هتنغزيه كده بالسكينه، ولو دخلت معاكي السكينه بسهوله يبقى هو كده تمام استوى. كده بقى هو خلاص استوى. هنرفعه من على النار. طبعا الشوربه دي خلاص هنكبها مش هنستخدمها في حاجه. هنسيب بقى الطحال يهدى شويه كده من السخونيه بتاعته، وبعد كده هنقطعه. طبعا بقى هتقطعوه التقطيعه اللي تناسبكم واللي انتوا تحبوها. يعني مثلا لو عايزاه شرايح كده سيبيه كده شرايح، لو حابه تقطعيه صغير مكعبات برده ممكن تقطعيه مكعبات. التقطيعه اللي تناسبك قطعي بيها. قطعته بقى كله شرايح بالشكل ده كده، وهقطع برده شويه
مكعبات، وفي طاسه بقى على النار هنزل بمعلقتين سمنه بلدي، والسمنه البلدي مع الطحال بتدي طعم جميل جدا. واول ما السمنه تتقدح معانا كويس هننزل بقى بالطحال بتاعنا كده، نديله تحميره خفيفه كده في السمنه البلدي، وبعد كده نطلعه. وانا هنا كده برضو قطعت شويه مكعبات، لان عندي في بيحبها كده وفي بيحبها كده، بس انا بحبها صغير بتبقى قد اللقمه يعني كده وحلوه. اديهم بقى تقليبه كده في السمنه البلدي وهطلعهم بقى كده على طول. وانا بقليها مش بحط لها لا توم ولا اي حاجه خالص، غير بس رشه ملح ورشه فلفل اسود. اول ما بيطلعوا كده على طول زي ما شفتوا كده حطيت لها رشه ملح ورشه فلفل اسود ورشه كزبره، بس لاني حابه احس بطعم الطحال اكتر ما احس مثلا بطعم توم وبصل وكده. ان انا كمان ضفت كل الاضافات وهي بتتسلق، الفلفل والبصل والثوم، فهي بقى مش محتاجه هنا غير رشه الملح ورشه الفلفل الاسود ورشه الكزبره بس. من التركيه اللي انا بعشقها وبحبها جدا على الطحال عصير نص ليمونه، لانها بتخلي الفايده اللي في الطحال الجسم يكتسبها اسرع. ايه رايكم بقى في الطحال بتاعنا النهارده جنب شويه بطاطس محمره مع شويه طماطم وخيار كده شرايح؟ هيبقى بصوا وجبه حلوه جدا. كمان المكعبات حلوه جدا جدا، بتبقى قد اللقمه كده وطعمها جميل. حطيتهم هنا بقى على بعض عشان هحط لهم الليمون. اخر حاجه بقى تحطيها يعني عصير كده نص ليمونه او ليمونه على حسب بقى الكميه اللي انت عاملاها. طبعا لو انت حابه تشيلي منها كميه مثلا يعني تعمليها على وجبتين، ممكن تشيليها قبل التحمير تفرزيها في الفريزر، تشيلي بقى كميه في كيس كده وتحفظيها بقى، تطلعيها قبلها بشويه تفك بس وتقليها وتحطي لها بقى الفلفل والكمون والكزبره وتعصري عليها الليمون بس. اتمنى بقى وصفتنا النهارده تكون عجبتكم. يلا بقى ما تنسوش بقى تدعموني بلايك واشتراك وفعلوا الجرس على كلمه الكل علشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله، وشيروا الفيديو لاصحابكم وقرايبكم علشان الكل يستفاد وربنا يحسن ما بين ايديكم دايما. وصفه النهارده الكل بيعشاها، طاجن اللحمه بالخضار، طعمها وريحتها في منتهى الجمال، كمان مش محتاجه تعملي جنبها غير شويه رز وبس، سهله وسريعه، جربوها هتعجبكم جدا. في بقى على النار هنحط مكعبين كده من الزبده، ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك من ايديكم الحلوه. هنكون بقى مجهزين اللحمه بتاعتنا ومقطعينها قطع صغيره بالشكل ده كده. اول بقى ما الزبده بتاعتنا تتقدح معانا هننزل باللحمه وهنوزعها كده في الطاسه وعلى نار وسط هنشوحها، واول ما تاخد لون من تحت هنقلبها، هنديها صدمه من كل الجوانب. وحابه اشكر كل مشتركين الجدد، اهلا ومليون مرحب بيكم، نورتوني وشرفتوني في قناتي المتواضعه دي، وجودكم معايا شرف كبير ليا. ولو لسه اول مره بتشوفيني اتمنى تشتركي عندي. واول بقى مدينا اللحمه بتاعتنا صدمه حلوه كده من كل الجوانب ولونها اتغير معانا، كمان اللحمه نزلت الميه بتاعتها وشوحتها بيها كده لحد ما نشفت شويه. بعد كده هكون مجهزه بصلايه كده وسط مقطعه جوليان، هننزل بقى بالبصلايه دي وهنضيف لها رشه ملح خفيفه كده علشان توحد لي لون البصله، وهنشوح بقى فيها اللحمه مع البصل كده مع بعض. بقى ما البصله بتاعتنا تبتدي تدبل معانا هننزل بفصين توم مفرومين، وهنضيف كمان قرنين فلفل كده سبايسي او بارد زي ما تحبي، كمان لو عندك فلفل الوان تقدري تضيفي. بعد بقى ما ضفنا الفلفل والثوم هنشوح فيهم شويه لحد ما ريحه الثوم والفلفل كده يظهروا معانا. هننزل بقى بالخضار بتاعنا بسله وجزر وبطاطس وهنشوح فيهم بقى شويه، وطبعا البطاطس والجزر مقطعينهم مكعبات صغيره عشان يستووا معانا بسرعه. هنضيف لهم بقى كوبايتين ميه وهنغطي عليهم وهنسيبهم بقى يستووا على راحتهم على نار هاديه. هنضرب بقى في الكبه 3 طماطميات كده، واول ما يستووا معانا شويه هنضيف لهم بقى الطماطم، وعلشان الطماطم بتاعتي بيضه شويه هنضيف لهم كده معلقتين كبار كده من الصلصه. تقدري تستغني عن الصلصه لو الطماطم بتاعتك حمراء وحلوه. اقلب بقى كده كله مع بعض، وطبعا احنا لحد دلوقتي لسه ما حطيناش اي توابل خالص، وهنا بقى حطيت كوبايه ميه عشان حسيت ان لسه اللحمه عليها شويه. هنبتدي بقى نحط التوابل بتاعتنا، حبه قرفه بقى ورشه جنزبيل وبابريكا وفلفل اسود وكمون وكزبره وبهارات لحمه، هنقلبهم كده مع بعض وبعد كده هنغطي عليها شويه. بعد بقى ما اللحمه استوت معايا 3/4 سوا هنضيف لها كده الملح هنظبطه، وهحط بقى هنا حوالي معلقه كده من دبس الرمان، وده اختياري طبعا لو مش عندك تقدري ما تضيفوهوش. هنقلبهم كده مع بعض شويه على النار، بعدين بقى نحطهم في الطاجن او البايركس بتاعنا. اللحمه بتاعتي في الوقت ده كانت 3/4 سوا، لو حابين تكملوا تسويتها على البوتاجاز عادي جدا، حابين بقى تحطوها في طاجن وتدخلوها الفرن مفيش اي مشكله. هنغطي بقى الطاجن بتاعنا بورقه فويل وهندخله الفرن، هنسيبها بقى تكمل سواها كده في الفرن، هنشغل عليها من تحت بس، وبعد كده هنشيل الفويل وهنشغل عليها الشوايه اخر 10 دقايق او ربع ساعه كده لحد ما تاخد اللون الجميل الحلو ده، وبعد كده نطلعها على طول. هنعمل بقى جنبها شويه رز، سواء رز ابيض او رز بشعريه، الاتنين طعمهم في منتهى الجمال. كمان شايفين بقى البطاطس والخضار مستويين ازاي، واللحمه كمان كانت مستويه ودايبه دوب كده. جربوا بقى الوصفه دي وان شاء الله هتعجبكم. كمان ما تنسوش بقى تكتبوا لي كومنت حلو هيفرحني وهيسعدني جدا.
فيليتو الغلابه وتريبانكو الغلابه بنص كيلو لحمه مفرومه. بس هنا بقى بصلايه و3 قرون فلفل و3 فصوص من الثوم، هنضربهم مع بعض في الكبه وهرش عليهم رشه ملح عشان البصل ينزل ميته. معايا هنا نص كيلو لحمه مفرومه، هحط بقى عليهم التوابل بتاعتي، قرفه، كمون، كزبره، فلفل اسود، ورشه جنزبيل وجوز الطيب وحبه بابريكا. هضيف عليهم ربطه صغيره مقطعه صغير من الخضره. صفي بقى البصل من الميه خالص، واخد التفل بتاعه وهحطه على اللحمه، والميه هنسيبها هنحتاجها بعدين. هقلب بقى الخلطه بتاعتي بس لسه ما ضفتش برده الملح، هضيف الملح، هحطهم بقى اديهم ضربه في الكبه عشان كله يبقى كتله واحده ماسكه في بعضها. هنقطع بصلايه وطماطميه وقرن فلفل جوليان، هندهن الصينيه بالزيت وهنحط الخضار بتاعنا وهنتبله، هنوزعه بالشكل ده في الصينيه، وهناخد نص كميه اللحمه وهنحطها كده في الصينيه. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك واشتراك علشان يوصلكم كل جديد بنزله. هنحط بقى شويه موتزاريلا كده في النص، هنحط بقى عليها النص التاني من اللحمه وهنقفلها كويس من الجناب ومن كل ناحيه. هنحط بقى عليها الطرب او المنديل وميه البصل، هنحط عليها حبه زيت وهنحطها كده على الوش، وهندخلها الفرن لمده ساعه وهنشغل عليها من تحت. بس اول ما تطلع هنحط لها فحمايه. الاكله دي طبعا بتتاكل وهي لسه سخنه عشان الطرب والموتزاريلا، وهنقدمها جنب شويه رز بسمتي او شويه رز ابيض، وبالف هنا وشفا.